اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكلاوي والقلب بتاع الجاموسة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وفيديو خفيف خالص وسهل سريع كده ان شاء الله. انا بس هما بيحبوا في ناس ما بتحبش الكلاوي والكبدة والحاجات دي، فعملت كام واحد سوسيس بس كده بسيطة. وعملت انا اسفة اللي مش قادرة اتكلم بس شوية، بس لازم اعمل فيديوهات عشان اليوتيوب، فالله المستعان. استعنت بالله. هنبدأ بقى مع بعض ونشوف الطريقة ونشوف المقادير، وحاجة بسيطة وسهلة. اصلا الكبدة والكلاوي والحاجات دي بتبقى حاجة سريعة كده وسهلة، فقلت اجيب لكم فيديو خفيف كده وسريع للي عايز يعمل حاجات خفيفة وسريعة زي دي. شوف شكله بسم الله ما شاء الله جميل، والطريقة حلوة، وعاملين نفس الطريقة. يلا بقى بينا نبدأ. نبدأ. معانا الكلاوي هنغسلها غسلة جامدة. نغسلها غسلة جامدة خالص بالخل والليمون تحت الحنفية. الكلاوي اوريلك الكلاوي اهي، شكل الكلاوي. كلاوي ومخ، كلاوي وقلب وكبدة، تشكيلة. يبقى طبق كده حلو، وتاكلي جنبه طحينة، تاكلي جنبه اي حاجة. بنقصقصها طبعا ون تغسلها بقى غسلة حلوة تحت الحنفية. وكمان ايه تعصر عليها ليمون، وتعصرها وحبة خل على اساس الزفرة بتاعتها تروح. هنا طبعا جبت صينية قدحت فيها حتة ليا، عايزة سمنة عايزة زيت براحتك، بس هي الليا بتديها طعم رهيب بصراحة، الليا بتديها طعم حلو قوي. هننزل هتبدأ تسحي السمنة اهي حتة الليا الكبيرة. الليا دي بتبقى بتاعة الخروف، لو حدش ما يعرفهاش. تحط معلقة توم، معلقة توم كبيرة تحمرها في السمنة والزيت او في الليا، وتنزل عليها بقى بالكلاوي. تقلبها قلبتين تلاتة كده. تقلبها بقى مع بعضها. معلش يا جماعة كنت تعبانة جدا جدا، كان جايلي جرثومة المعدة كده وكانت تعبانة جدا، والحمد لله بدأت شوية. معلش اتأخرت عليكم في الفيديوهات، انا اسفة والله، كنت تعبانة جدا، دعواتكم. هنقلب بقى هننزل عليها بحبة ملح. انت تظبطي بقى الحدق بتاعك وكده. ننزل نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة، شطة حسب الرغبة، حبة بهار لحمة صغيرين. بتحط فيها يا جماعة البهارات، الحاجات دي بتحب البهارات الكتير طعمها. وبعدين انت كمان تدوقي المذاق وتشوفي طعمه ايه وكده وتظبطي. عايزه تحطي شطه حطي، مش عايزه براحتك. ربع معلقه فلفل. تقلبها بقى مع بعض وخلاص، سهله جدا وبسيطه. عايزه تحطي فلفل اخضر مفيش مشكله، طبعا براحتك. انت تفرشي البقدونس والحاجات دي وتحطوا ترصصها عليها، بتبقى حلوه. هسيبها بقى تستوي مع بعضها. هستوت اهو، حطيت قرن فلفل كمان اهو، واعمل لها طبعا ايه، حته فحمه. هنسخن لها حته فحم على النار. استوت بقى وتقطعها حتت صغيره كده تستوى. تجيبي الطبق بسلستين زي ده، عشان ايه، انا بسخن حته الفحمه. الفحمه بتديها طعم جميل قوي، جربوها يا جماعه كده بنفس الطريقه. هتحط حته الفحمه اهي وعليها نقطه زيت، وتغطيها بقى، وتسيبها بقى تقط بقى من بعضها، وطعم الفحم بقى بيبقى رهيب فيها. حبة زيت اهما، هو ده اللي هيطلع الدخان، اهم حاجة حبة الزيت. وتغطيها بقى. بص شايفة الفحم والبتاع كأن كباب بالظبط. شلت الغطا تاني وحطيته عشان اوريها لكم كذا مرة اهو. هروح بقى نعمل بطاطس السلطة.
سلقت طبعا بطاطس مكعبات، تحط عليها حته سمنه. سلق البطاطس ما فيهوش حاجه يعني. حبه شطه، معلقه توم، وتهرسها مع بعض. بس اسمها بطاطس سلطه. حبه خل، بس بصراحه بتدي طعم جميل قوي، بتبقى طعمها حلو قوي. حته السمنه في البطاطس دي بتديها طعم رهيب، مع حبه لبن. دلوقتي اجيب اللبن، تديها طعم حلو قوي. تدعكها بقى مع بعضها كده، تقعدي بقى هي بتبقى البطاطس استوت خالص، تقطعها مكعبات، تقشرها وتغسلها تحت الحنفيه، وتقطعها مكعبات، وت... ومجرد ما تستوي تهرسها بقى كده بالمعلقه، معلقه شوكه براحتك، سهله وما فيهاش اي حاجه. معلقتين زيت على حبه خل، على معلقتين خل بردك، على ربع معلقه شطه، ومعلقه السمنه بقى اللي بتديها طعم رهيب، واحط حبه لبن. بس بقى تقعدي تقلبيها بقى، تجيبي اللي تحت فوق كده تظبطيها، ظبطي حدقها وتوابلها. حبة اللبن بقى دي بص خلوها بقى ناعمة كده وهتندمج مع بعضها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى حبة اللبن بقى بيساعدها ايه على انها تتهرس اكتر وتبقى ناعمة اكتر. هظبطها بقى وانقلها في طبق تقديم. هبص بقت ناعمة ازاي، تحت ايدك بتبقى ناعمة خلاص. اللبن بيخليها ناعمة جدا، لازم تقلبها جامد كده وتهرسها مع بعضها بشوكة بمعلقة بأي حاجة في ايدك. تقلبها كده خلاص، هي خلصت. فيديو سهل وبسيط عشان انا مش قادرة اي اتكلم ولا قادرة اعمل. معلش يا جماعة، على بال بس ما اخف كده وابقى كويسة. دعواتكم بالشفا ان شاء الله. اهو نقلتها في طبق تاني اهو، حطيت عليها حبة زيت. خلاص هنظبط الطبق. هحمر حبة بطاطس صوابع جنبها بردك. بس احنا جرفنا بقى طبق الكبدة هون. بقت شكلها جميلة وبتفتح النفس بصراحة. وطبق الكبدة هو الكلاوي والبتاع. وحمرت حبة بطاطس وطبس مايونيز وطبس مطبقية مايونيز ومطبقية مستردة. الصوصات دي يعني